الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب كنا بخير كل عيد يا رب. النهارده اول يوم في الصيام اللي هما 9 بتوع ذي الحجه. يا رب تجويكم كل عيدكم وتجعلوا في ميزان حسناتكم وحسناتنا يا رب. والنهارده بقى احنا كنا عاملين مكرونه كنت اعتبر اعمل بيض ونعمل سلجه بيض وعامله حاجات من دي عشان النهارده يعني اللي فيه ضيف جيلي كده مفاجأة كده، ومش ضيف يعني، هو ابن اخوي. فعملت طلعت فراخ اهما، وهعمل فراخ، هعمل صينية فراخ وهعمل صينية بطاطس. البطاطس حطها في ميه عشان مش تزرق جاية، ومعايا فلفل عشان احط على البطاطس وعلى تتبيلة الفراخ. لان الفراخ ما اعرفش، ما بكون انا عارفه بتبل الفراخ من قبلها بكتير يعني. ومعانا كيس صلصة برضه اهون. هاخد حبتين طماطم كده 3 كده هما، اعملهم تتبيلة الفراخ، واعمل بصلتين واعمل جرنين فلفل، واحط ليمونه بقشرها وليمونه اعصرها كده. معايا بتاع دون اهون، معايا توم عشان احطه، ومعايا ورق لورا برضه هضربه في الخلاط، ومعايا حبهان، ومعايا بتاع دون مستكه هي. معانا التوابل، معانا دي فابريكا، كزبره ناشفه، الخلطه دي يعني كزبره وبتاع دي شطه وكمون وفلفل اسود، تبقى خلطه من كله يعني. معايا كمون ومعايا فلفل اسمر، معايا حبه كركم صغيره، معايا حبه جنزبيل وحبه قرفه. البهارات دي بقى يا حبايبنا انا هقسمها نصين، نص احط على تتبيله الفراخ، ونص انا حاطه كتير يعني، نص احط على تتبيله الفراخ ونص احطه على اللي اتبل بيه البطاطس قبل ما احطها في الصينيه. معايا التوم هاخد فصين بس احطهم برضو مرته معديا. انا بروح جايه عامله حبتين الطماطم حاجه كده، راح اعملهم الاول عشان عشان يمشي الخلاط الاول، وبعدين هروح جايه خرطه البصل، واروح حاطه فصين التوم، واروح برضو خرطه البصلتين والفلفل وكله مع بعضه. انا ما بكون عارفه اللي انا هعملها بتبلها من بدري، بس كده كده انا بشربها التتبيله كلها، فيعني هتشرب التتبيله باذن الله وبتبقى طعمها حلو برضه. احط معاها فصين توم، واحط ورق الرورة وحبهان دون، بنطحن مع الطماطم، بنلعب مع الطماطم اللي بتاعك عشان تشرب من التتبيله في كل حاجه كده يا حبايبنا. احط اعمل بيه البطاطس، احط حبه خل، دي تتبيله للفراخ، حبه سكر، واحط بقى الحبهان والمستكه وورق اللورا، دي كله بنطحن في بعضه، بدي الفراخ طعم حلو. نحط هنا فصين توم اهو، والباقي نخلي التوم للبطاطس. هفضل حبايبنا البهارات دي، نحط من البهارات اهي، كله نضرب مع بعضه. وهعمل برضو بشرة جوز الطيب، احط جوز الطيب واحطها، هجيب حبة سماق كمان اهو كده يا حبايبنا. هو ده هخليها البطاطس، ودي كلها هضرب ضربة حلوة كده في البتاع. والفراخ حطها مصفيها، وانا هعملها شرايح كده عشان تشرب التتبيلة، واحط عليها التتبيلة واحطها على النار على طول، هي هتشرب منها في بعضها بقى. لسه هحط بصلتين اهما، احط بصلتين على الفراخ بس لما اضرب دي الاول عشان البصل يمشي مع الخلاط. ونرجع معاكم، هخلط البطاطس اعمله كله انا عاملاه معاكم قبل كده، عشان انا بدي انزل فيديو والتليفون مش هيبقى فاضي يعني. في الاخر بقى هصور معاكم في الاخر بقى يا حبايبي عليها، بس انا مش حاطه ورق صفار، حاطه صينيه اكبر منها. هشوف اقلبها النحابي والنحابي كده عشان تشرب من التتبيله. في الاخر هولع الفرن واحط صينيه البطاطس اهي كده بتشرب من التتبيله عادي، زي ما تكون هي متبله من ليله امبارح. عشان انا عاوزاها تستوي في التتبيله بتاعتها. دي فرخه ونص.
دي تاني مرة وانا اقلبها يا حبايبي. معايا صينية البطاطس اهي برضه، هروح جاية احطها في اعمل حبة على النار تغلي، هروح امالها على الفرن احطها دي في الفرن. احطه في الفرن من تحت عشان يستوي، عشان انا مش كملة السواها. هولع الفرن واروح زقة الصينيتين فيه. انا حطيت صينية البطاطس في الفرن اهي، خليها على ناحية كده واحط صينية الفراخ. الرز اعمل رز بشعرية واعمل سلطة جاهزة. الساعة كمان عشان انا صايمة يعني. انا صايمة قلتلكم مش هفطر دلوقتي، بس الجماعة اللي ابن اخويا مستعجل هو اللي هحطلهم دلوقتي ياكلوا، وتفضلوا اللي فاطر يجي يتغدى، واللي صايم يجي يفطر معايا. مرحبا بكم كليتكم، كل سنة وانتم طيبين جميعا يا رب، تنعدلها بخير جميعا، ونعجبكم الفيديو بتاعنا. تاكلوا فورماتيتا بطة، تشتركوا لي في القناة وتعملوا لي اللي مش مشترك يعني اعمل لي كده فعل الجرس عشان كل ما اعمل الحاجات توصلكم. وحبايبنا اللي معانا اعمل لنا كومنت حلو كده ولايك حلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين جميعا.